للتفصيل في هذا الموضوع تحضر معنا اليوم من البلاتو سيدتين مطلقتين. الأولى السيدة فاتحة اللي تهدد اليوم بالانتحار مع ابنتها حرقا في حال لم يتم النظر في قضيتها. وعندنا كذلك السيدة خيرة اللي جاتنا من عين دفلة، سوف نتطرق إلى قضيتها بالتفصيل، لكن قبل ذلك نرحب بالحضور الحاضرين معنا في البلاتو. معنا الأستاذ عبد الحفيظ كورتال. أهلا بك أستاذ. شكرا، وسهرة ممتعة كالعادة إن شاء الله. الشيخ شمس الدين نرحب بك كذلك. أهلا شيخ. شكرا جزيلا. نرحب بالسيدة فاتحة. مرحبا بك فاتحة. ونرحب كذلك بخيرة. وبيك. وش رايكم بخير؟ لاباس الحمد لله. فاتحة إن شاء الله. فاتحة حابة لو تحكي لنا حكاية فاتحة اللي كانت متزوجة، رزقها ربي بطفلة اليوم في عمرها 4 سنوات 5 سنوات و3 أشهر. بعد ما تكلل هذا الزواج بطفلة طلقك زوجك. لا، طلقني انا حامل في الشهر السادس. نعم، اذا طلقك وانت حامل في الشهر السادس. بعنوان احكي لنا حكايتك. انا امراه متزوجه ومطلقه. الزوج تاعي طلقني، قال لي طلاق قبل البناء، بلي هذا السيد تم عقد زواج رسمي لكن بدون دخول، بعنوان ما كاش منه كاع وين نسكن في المنطقه انايا، ودار لي حكم في الدرجه الاخيره. وانا حامل في الشهر السادس. وماذا تك نورمال كيف يكون طلاق قبل البناء وانت حامل يعني؟ ما على باليش. طلاق قبل البناء بمعنى لم تقع هناك خلوة. نعم. ولكن تقولي انك كنت حامل. نعم. كيف يكون طلاق قبل البناء والمرأة حامل؟ زوج يدعي. نعم. لكن في حمل يقول هذا. نعم. هو يزعم هذا. هو يقول هذا. ولكن في الواقع غير هذا، يعني وقع هذا. انت بينكما قلت له انك حامل. على بالو كنت معاه انا حامل وهو يدير في الاجراءات تاع الطلاق. ما كنتيش على بالك ما على باليش. بادر في الاجراءات. لا على باليش. كي هبط وزاره العدل باش شحال كنتم مزوجين؟ شحال كان عندكم مده زواج فتره؟ عام وشي حاجه هكذاك. نعم. كنتوا عايشين لاباس عليكم؟ نورمال. صار مشكل ما نقدرش نحكي ما بينه وبين اختي، ربي يسهل عليهم. توت كسرت انا هذاك الشرع ولا طلاق تاع السوفي ممهور بالصيغه التنفيذيه والنسخه من مجلس قضاء الجزائر. زادت وداروا لي حفظ حقوق الجنين الى حين ولادته حيا. نعم. وماذا تك زادت بنتي دومونديت نفقه كما ايها المطلقات. جابوا بي عام اونفاي مؤجله عام. ومن بعد واش دار المحامي تاعو معروف بدون ذكر الاسم، دار دوموندا لاديان، ثم القاضي تاع لاديان شطبها له. كي شطبها له عطينا القضيه الشطب باش تثبتي اذا نسب الابنه نتاعك. شطبها له هو اللي دوموندا لاديان. هو كان ينكر بلي الطفله بنته. انكار، قال باللي لم تجري بيننا اي خلوه شرعيه. وانت تاكدي انه كانت فيه خلوه؟ يعني كانت فيه تحت لاديان. نعم. نعم. ومن بعد كي دومونديت قال لك داروا لي اونفاي. ومن بعد ديك القاضي شطب له القضيه. انا المحامي تاعي دار الشطب تاع اللي دومونديت النفقه، دارت اعاده السير في الدعوه والدعوه مشطوبه. قال لك الجوجه غلطت، عاودي من جديد. نزيد عام الدوزيام، عام اونفاي دومونديت النفقه تاع بنتي. نعم. عام اونفاي دوموندا لاديان قبلوها له. قبط لا مينيستير قالوا لي ما ديريش لاديان، دوكا نزيدو كونفوكيوها باللي ما ديريش لاديان، سي بون زواج مثبت كالاجل واللي عن القانونيه. نعم. لاديان ثبت تحاليل. ثبت باللي بنته عندي لاديان، حكم الاديان. الاخت لما تزوجتوا شحال كان الحمل يعني؟ لما عقد عليك؟ ما كنتش حامل، عقدت له 27 افريل 2008. لم تكوني حامل، يعني الحمل وقع بعد العقد. بعد العقد بيان سور. ووقع الدخول، يعني الدخول الرسمي كما يقولوا لي درتوا في العرس في جوان. وكنت حامل كم كان عمر الحمل؟ كي طلقني. لا، لما وقع الدخول يعني لما وقع ما العرس. كنتش حامل بعد 6 شهور باش حملت. يعني كنتوا 6 شهور ما بعد كانش في 6 حمل، أشهر. ما فيش حامل بعد حملت. نعم. لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش، يعني إذا تزوج الرجل بامرأة وبعد الدخول حملت ينسب له، يعني نسبوه للباباه وليماه، لا داعي لاتهام هذه المرأة. الولد للفراش. إذا الرجل شكك في النسب قال هذا ماشي وليدي، كاين ما يسمى بالإيلاء أو الأستاذ يعرف هذا، ويعني كاين حل شرعي لهذه المشكلة. ولكن انت كي تقولي بلي هو ينكر اصلا باللي هذه بنته باللي وقعت خلوه بينكما، لكن لاديان تحليل اكد انه بنته. وقبل ما ندير لاديان يروح يشوف بنته عند هذه المراه، منا ناكرها منا يروح يشوفها. نعم.
هاد المرة يعني انت جيتينا باش نذكروا المشاهدين هكذا فاتحة، نعم. قلتي لي انه نهدد بالانتحار، نقتل روحي هكذا، واش قلت؟ انا بدون اهل، نعم. بدون اهل، خويا يدخل بالموس يخرج بالموس، جبتي لنا العار العار العار. مازالك رفضت تصري بنتي وخرجت. ومازالك تصري على ذلك، واش قلتي لنا في الكواليس؟ انا بقيتوا لي غير نتوما الامل، ما درتوليش الحل، نقسم بالله العظيم غير نسويسيدي انا وبنتي. حنا ان شاء الله لا نكونوا، تقولي حنا هذا. نكونوا ان شاء الله منظر. لا تفعلي هذا، اتقي الله. صح، أكيد تحلفي تنتحري على وتقولي معصية. مع طفله صغيره بنتك في عمرها 5 سنين تقولي انك تنتحري. ننتحر سي بون. انت تقسمين نعم. على معصيه. وانا اش كي تطلبي فاتحه؟ ضربني ثاني، تفتح لي عيني، طاير لي سنتي، اقتحم البيت تاعي، عيط لابوليس، جاو لابوليس وداروا محضر باللي لقاو الزوج تاعي ضربني في الدار. نعم. وجبت له عامين حبسوا 20 مليون بروسي، طاولوا براءه. علاش؟ لكن انت اليوم مشكلتك انه النفقه ماهوش ما يدفعها. عندي لا نفقه لا والو. واش كي تطلبي قبل ما كي تهدي بالانتحار؟ واش تطلبي؟ لانه الانتحار باش تقوليها سهل، مع طفله صغيره 5 سنين كيما هو كيما ايها المتهمين. قصدتيه هضرتي معاه؟ ما نهضرش معاه، انا نهضر معاه، خلاني انا حامل، ضربني، طاير لي سنتي، فتح لي عيني. اش كيتي به؟ شكيت بيه، جبت له عامين حبس، عامين ولات له حبس. براءه، كسر ولات له براءه. علاش عطوا له براءه؟ على اي اساس؟ او معنا وضربني المستشار أنا القانوني حامل. او معنا الاستاذ كرتلي تقول لك انه ضربها؟ كان عندك شهاده طبيه عجز؟ الشهاده الطبيه الاولى 8 ايام والدوزيام 6 ايام، حطوا لي فوطو، سي بور سا اللي طاولوا عامين. اذا لا، هي قضايا الضرب والجرح المعروضة على نعم. المحاكم محل إشكالية كبيرة. يعني كافة المتهمين عادة ينكرون بأنهم قاموا بالفعل. نعم. ولكن صدقيني كثير من القضايا وهمية، يعني لبسوها لأشخاص آخرين، ولكن خطأ أو ربما نقص في التشريع أن القاضي نعم. عادة ما يلجأ إلى إدانة الشخص بمجرد أن الضحية يقول هذا هو اللي قام بضربي، بشرط تقديم شهادة طبية دليل. صادرة عن دليل طبيب مادي. شرعي. أنا نعم. أتعجب مثلا عندما تتحدث السيدة على أنها قدمت شكوى وأن الزوج تاعها استفاد من البراءة. أنا حبيت نعرف فقط كيف تم تحية هذا الحكم، يعني على أي أساس يمنح البراءة لهذا الشخص؟ يعني إذا فيه شهود مثلا، إذا فيه ملابسات أخرى، ولكن في غياب أي شيء من هذه الأمور نظن بأن الإدانة لازم تكون، لأنه حكم البراءة بهذا الشكل يكون محل تشكيك، يعني ما طبقش القانون كما يجب. ولو أن يتحجج القاضي بأنه يملك السلطة التقديرية، صحيح. ولكن السلطة التقديرية في مواد الجنح أمام الدليل تزول، ما يبقاش عندها مفعول، لأن السيدة تعرف، هي الضحية، تعرف جيدا شكون هو الفاعل. أكيد. قدمت شهادة طبية طبقا للقانون. نعم. وأصرت بأن اللي قام بالفعل هذا المجرم اللي هو الضرب هو الزوج نتاعها. طليقها. نظن بأن حكم البراءة حكم حبيت مرفوض. نعرف فقط اذا تسمحي نعم. لي، الله يرضى عليك، ما الذي يدعو رجل يتزوج وهو فرحان وكان سعيد معك لأن تزوج بك، أكيد كنت، ما الذي يدعوه لينكر نسب ولده؟ واش خلاه يقول هذا الطفل ماشي ديالي؟ قال لي ماشي انا، قال لي بابا هو اللي يقول. باباه. ما فهمتش. قال انا نفهمك يا اختي، نعم. احنا نبنيو كلامنا على حسب تصريحاتك. نعم. يعني عندي الأدلة. الله يعلم باللي رانا نيتنا صافي، يعني نعم. احنا نبنيو على كلامك. نعم. ولعل الواقع يكون غير هذا. لكن لذلك نعم. اتقي الله ولا تقولي الا الحقيقه. واش يخلي رجل ينكر نسب ولاده؟ يعني زعما برك باباه قال له انكر نسب وليدك. ما فهمتش. ما فهمتيش؟ فهمين انت اذا ما اذا فهمتش. انا نعم. ما فهمتش. كانت في خلافات ما بيناتكم؟ ما كان حتى خلافات ما بينه وما بين اختي. نعم. هكذا بين ليله واخرى جا قال لك خلافات ما بينه وبين اختي، ما نقدرش نحكيهم. جعلته ينكر ان ما جعلتوش بنته. ينكر. هل يتهمك في اخلاقك خلافات مثلا؟ ما بينها وما بينه، وهي جابتك شغل كاينه فاس، ما نقدرش في كل هذا نظن نعم. بأنه في خلل في الملف القضائي نتاعها، في خلل واضح يعاني منه كثير من صحيح. الناس. كان فيه نعم. لانه ليس فقط الحاله تاعها، هي قالت بانه تم الطلاق غيابيا، ما كانش غيابياً. حاضره. هذا الشيء ممكن يقدر يوقع، لانه الصلح يقدر يكون مع الزوج فقط، كما تقدر الزوجه تطلب الطلاق والزوج غايب ويكون الصلح معها فقط. الان المشكل وين مطروح؟ لما هي طلبت النفقه تاع البنت بعد ديال البنت على اساس انه في حفظ الحقوق. في حفظ الحقوق. لما طلبت النفقه والحقوق المرتبطه بالطلاق تاع البنت نتاعها اللي هي النفقه الغذائيه والايجار، هنا الزوج قام بطلب عمليه تحاليل طبيه لإثبات النسب او نفيه. الان المشكله ان القضاء استجاب له، ولكن عاده لما يستجيب في مثل الحالات لما ما يكونش كاينه مثلا ما كانش عقد زواج او نعم. فيه زواج عرفي من هذا القبيل. صحيح. لما يكون فيه عقد زواج انت تروح، ممكن انت عندك الحق، عندك السلطه انك تروح تعمل تحاليل طبيه، ولكن عليك ان تحكم بالنفقه.
هنا نسالوها يعني ما مصير هذه البنت؟ واش حكموا لك نفقه؟ شحال حكموا لك؟ ما حكموني لا نفقه لا والو. والو حتى ولو انك ثبتي نسب وتاكد انه ثبت النسب، والمحامي تاعي كان كومبليس مع المحامي تاعو. هذا شيء اخر. هنا ما نتهموش، لا نوجهوش اتهامات باطله. لا المشكله مش مشكله المحامي اطلاقا. لا المحامي ماهوش قاضي، لان المشكل الان وين؟ القاضي لما راح اضاع الطريق، يعني راح في طريق فيه شطب مع الاول. لا ما يهمنيش شطب انا. نعم. راح في طريق يطلب التحاليل الطبيه. هذا الامر مقبول. اجلوني عن القانونيه. لا هذا الامر مقبول، انا قاضي نحكم بالتحاليل الطبيه، ولكن في نفس الوقت متى يلجأ القاضي الى طرق الامنيه؟ انا في نفس الوقت لحظه فقط، في نفس الوقت نحكمك بالنفقه. نعم. الغذائيه، النفقه تمشي والتحاليل تمشي. نعم. يعني هذا قضاء، يعني بعد سنوات اذا ما انت اثبت بان هذا البنت ما هيش بنتك، انت مرغمه على انك تردي مبالغ النفقه، ولكن لما ثبت بان هذا البنت بنتك النفقه لا تنتظر شيء من الامور المستعجله، يعني ما كانش جهه اخرى تقدر تعطيك حقك، يعني هذا الامر مفروغ منه. نعم. هنا القاضي ما راعاش ظروف البنت، ما راعاش مصلحه البنت، راح للتحاليل الطبيه ونسى هذه البنت منين تتولد. الحين نتكلموا على البنت. لعل القاضي صدق روايه تاع الزوج ان الطفله ماشي بنته. نعم. القاضي لا، لو كان صدق ما يمرش بخبره. الحين نتحدثوا كثير نتفصلوا في البنت، يعني لما امر بالخبره اذا استجاب لطالب الزوج، ولانه القاضي عنده سلطه تقديريه. ولكن انت الان بين الزوج والزوجه كاين صراع وكاين مشكله، كاين ازمه، انت دخلت امرت باش تحل هذه المشكله. نعم. ولكن ما مصير البنت؟ يعني هي تكون ضحيه دائما اولا ثم اكيد، لان الامور تاع النفقه تمشي والباقي اللي هو التحاليل الطبيه تمشي بالموازاه. لان اذا تاكد القاضي ان روايه الزوج صحيحه وان الطفله ما يش بنته، ما هوش راح يحكم له بالنفقه. لا ينفق رجل على بنت غريبه عنه. هنا الشيخ اسمح لي قالت انه حتنتحر مع بنتها. لا تنتحر، اتقي الله، دعك من هذا الكلام. ولكن هذا التهديد بالانتحار، اي تهدد باش تقتل بنتها وتقتل نفسها. نعم. هذه من الكبائر، دعك من هذا، اجري على حقك ان شاء الله. لان حد 5 سنين و3 شهور وانا نجري. ودي اجري على نفسك، لان القتل اكيد حتفسد الاخره نتاعك. لا انتحار ماشي حل. حقي وين راه؟ ما تخميش نفسك، خمي الطفله البريئه. انا مكومبليس مع هاد الجورناليست تاع الخارج ونجيبهم. لا لكن اقسم بالله غنديرها، غنقول ونوقف وين بوتفليقه ونهار روحي وبنتي. لا ماشي هكذا. فتيحه كي راكي تقولي انك تنتحري 5 سنين و3 شهور انا فقط بنتي. انا معليش عامين حبس لا تدخل. هاي وشايه كاذبه، قالوا بلي انا لم تجيبين لنا اي خلوه شرعيه، هاي خرجت بنته. هذه وشايه كاذبه عقبالها قانون كر النسب هذايا. لكن فتيحه بنتي انا ما عندي لا يما لا بابا، خرجت من دارنا سيبو قالت جبتينا العار صاي، واش ندير انا درك؟ يعطيني نفقه يتعاقب كيما هو كيما المتهمين سيبو. والان بنتك وين راهي؟ عند المراه. شكون هاد المراه؟ مراه وحده تكون. واش لحقها عند هاد المراه بنتك؟ لقاتني في الرويبه مرميه. نعم. انا وبنتي. انت سلمتيها لها؟ ما عطيتهاش ديراكتوم، انا ما نسمحش في بنتي يعني قلت لها المهم بنتي وتستر، ملي وين تبات انا نبات برا معليش. طفله تبات معايا برا عيب. راهي تربي فيها هي هاد السيده. من داك عندي من داك عندها نورمال. شحال عندك ما شفتيش بنتك؟ راني عندي واحد 10 ايام هكذا كيما. نعم. جبتها وعاودت رجعتها. يعني تروحي تزوريها تتفقديها، راهي مليحه راهي بخير. الحمد لله مشى بيان، المهم تعيش بنتي بيان. يعطيني نفقه تاعي كيما انا كيما الناس نربي بنتي وصاي. باش نكونوا مع المشاهدين الكرام، راهي عند سيده شهره هكذا. شهره راهي معنا على الخط، ربما اتصلنا بها. نعم. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شهره مرحبا بك، راكي معنا في برنامج ما وراء الجدران في قناه النهار. متشرفين. اذا شهره راكي عندك كي تربي في بنت السيده فتيحه. نعم. تحكي لنا فقط على بنتها، كيفاش حتى لحقت عندك بنتها؟ اختي كان مكتوب وكما يقول لك هذا ربي هو اللي جابها. نعم. سلمتها لك هي، يماها مدتها لك؟ هي واحد النهار كنت كملت خارجه من السيت. نعم. بون جو سوي بروفيسور. الله يبارك. خارجه يبارك فيك. نعم. نصيب هذه فتيحه شاده بنتها تهدر في التليفون. تهدر في التليفون وتبكي. انا يا عاودت تسمع شغيخ ومن بعد رحت فيها قلت واش فيك؟ نعم. قالت لي والو. قلت لها صح اعطيني نشد لك بنتك وكملي هضره باسكو الطفله غاضتني مسكينه. نعم. كيما يقول لك شوفي كان تاع المكتوب ربي كاتب لي هذاك النهار نجوز. صحيح. وبعد ذلك نحيت على شديتها خليتها كملت. قلت لها واش بك يا مخلوقه؟ قالت لي خلاص. قالت لي والدي يرماوني في الكنقه
واش ندير معاه؟ بس كنت سمعتهم يقولوا واش ندير بالطفله، وين نحطها والطفله وين تبات معايا في الزنقه في الكرتونه. شحال كان في عمرها الطفله؟ شوفي كانت عمرها 6 موا. 6 موا، 7 اشهر، كانت رضيعه يعني. كانت جيت انايا من بعد حتى سمعتها نعم. ومن بعد كملت قلت لها واش فيك؟ قالت لي شوفي راني في الطلاق مع راجلي، امالي حوسوني ما عنديش وين ندير. حن بابا قالت لي دوك نرقد في الكرتونه مع الطفله. نعم. بعد ذلك انت خديتي الطفله. انايا رفت راسي للفوق يا ربي، بس كل مرة ما نعرفهاش. نعم. تما كي شفت هذيك الملايكه غاضتني، قلت لها شوفي، قلت لها دوك انايا نقول لك نديها بصح كاين راجلي كاين ولادي. تستشيريهم في الامر. نعم. قالت لي واش قاعده في الدار؟ قلت لها لا انا يعني استاذه خدامه. رابطني رفت معها كلمتها. نعم. قلت لها شوفي خلي لي الوقت نروح للدار، نعطيك النيميرو تليفون تاعي، الفوك نهضر مع الزوج مع العائله. مع ولادي. نعم. مع العائله. بصح جو تبروميك الطفله معليش خليها عندي نهار اللي تريقلي المشكل بتاعك واسع. قلت لها بصح عندك عندها ليفغي فامي، عندها كوغطا، جبت لي ليفغي فامي، جبت لي كارني فاكسيناسيون. نعم. قالت لي تحبي نروح لابوليس نديكلاري باللي بنتي راهي عندك يا با بروبليم، باش ما تقوليش شربتها ولا ماشي بنتي. نعم، يعني بعد ذلك خديتي الطفلات كفلتي بها. من بعد هدرت مع ولادي جليزي بريباري، قلت لهم كيفاه، قالوا لي ماما مسكينه راهي كيف يتيمه. نعم. جيبيها ما زوجي لا ميم شوز. وافقوا يعني. وافقوا. عيطت لي قلت لها روحي، وريت لها الدار، جابت الطفله. نعم. الطفله مسكينه كي جات نقول لك الصح ما شفتش واش كاين من بعد، ما شفت الوجه الملائكه وربي سبحانه الفوق. واليوم شحال في عمرها الطفله؟ 5 سنين. درك 5 سنين كي جابتها لي ديجا لونفون. نعم. ايتي تروماتيزي، ديجا. نحيت لهذيك العقده. نعم. تروماتيزي كي نقول لك. صحيح 7 اشهر. نعم. بوغ غير نهضروا يجي انا ساكتين نهضروا تبدا تصوتي وتعيط. جابتها لي مع هذاك ليرني امبيليكال. تم جافي الميدسان ديتها نعم، عند ديتيها الميدسان، الطبيب. فوالا عطاتني لا سينتور، قالت لي باسكو وكانت تجي تزورها الام تاعها. كانت تجي مع الاول قالت لي ما نواسيكش، قعدت واحد سمانه عاودت كانت تجي تزورها. مي الام كانت تما اليتي جيني. نعم. كانت متضايقه، كانت تحشم ربما تجي ولا كيفاش؟ كانت تحشم. نعم. على بالي كانت هكذا تقول لي الاخر وانا نحشم وكامل. يعني انا همي ونزيد. يعني انت ربيتيها وكبرتيها. شوفي انا واسيتها قعدت نعم. واحد الشهر. جابت لي بابا زوجها. نعم. باش تاكد باللي هذا باباها. واعترف بها، قال لك انه بنتي. شوفي كي جا عطاني ورا البطاقه لزوجي. نعم. قالوا هذه بنتي، هاينا البطاقه تاعي انا باباها. قاعد باسكو هي عطاتنا فوتوكوبي، هو عطانا فوتوكوبي. تاكدتوا انه باباها. واش طلب منك كي جا؟ ما طلب والو. ما حب يشوفها فقط. جا شاف اكد باللي عاد من راهي. نعم. ما حاولش انه يديها هو يتكفل بها يربي بنته. لا ما حوش كاع. نعم. هي كانت تجي وكانت من بعد 7 اشهر من بعد. زوجي خاف، قال لهم نقول لكم حاجه، انا ديروا لي ورقه عند الويسي باسكو كاش ما يصرى لهذه يبرأ ذمته. نعم. انا يا مانيش نحمي. صح الطفله راهي في كما يقول لك في عطينا لها الحنان، عطينا لها اون ايسي باغ تو لي مويان نحوا لها هذيك العقده. كما يقول لك كانت امانه. صحيح. امانه عندنا تهلط فيها اكثر من ولادي. وبعد ذلك واش بعد 7 اشهر واش داروا؟ وبعد 7 اشهر نعم. راحوا عند الويسيه، كتب ورقه عند الويسيه نعم. باللي هذه راهي عندنا بدما يريقلوا المشكل تاعهم. نعم. ومن بعد قالوا لا دي ان حتى تخرج لا دي ان مش عارفه. وخرجت لا دي ان. نعم. لو تيست دي من ان. بعد ما سمعناش. صافي با لونطون من بعد ولا الطفله كبرت. تحوس على يماها. ما تحوش على يماها. لا ما تحوش. دخلتها لا ماتيرنال تقرا. نعم. ولكن انت قلتي لها انه عندها امها راهي هنا راهي تجي تشوفها. نعم. شوفي من النهار اللي بدات. نعم. تحت نقولها هذه ماما. وانا ماما وهذا بابا وانا بابا، ونعطي لها عرفت لها حتى الاسم تاع باباها. وبعد نعم. كي تكبر عرفت اولادي عندهم الاسم وهما حكيت لها قلت لها ربي سبحانه جابك وتي في
ماماك. يعني كنتي ومن بعد تفهميها من كانت ناحية. نعم. فهمتها. نعم. يعني تعرفش تكون بيان اكيليبري. السيدة شهرة اسمحي لي فقط، وباباها جالك خطرة ولا كان يتردد عليكم؟ لا كان مرة يجي يشوفها. كان ينفق عليها؟ لا كان واش كان ينفق عليها؟ ينفق جامي. نعم. كانت يماها كانت تجي تشري لها تواسين بعد جا زوجي قال لها ما تشريليش، انا قادر على الطفله نربيها، خلي لي للحسنات. تهضري نعم اسمحي لي شهرة، تهضري مع شهرة بنتك تخليها لها ولا تديها انت تعاودي تربيها تسترجعي بنتك؟ كيف نسترجع بنتي وانا حقا مازال ما بانش؟ كيفاش؟ نعم. سما انا دوكا لي المشكل درك هنايا، انا فيا انايا يتحل مشكل تمتم وفيه هو ما كان حتى مشكل. نعم. اذا شهر انا 5 سنين و3 شهور وانا نجي. نعم تفضل تفضل. هذا الاستاذه المحسنه شهرة بقاي معنا. هل تسمعينني؟ نعم بقاي معنا شهرة. هذا الاستاذه هي حياه نفس. ربي يقول ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. وزيد نقول لك عندك اجر التكفل بيتيم، لان اليتيم ماشي غير اللي مات باباه ويماه. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إنما اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. يعني هذه المرأة ربي ساق إليها خيرا عظيما، وكتشوفوا قامت بها لوجه الله، اداتها لوجه الله، قامت بها وتكفلت بها لوجه الله، حتى باباها قالوا له يا ودي احنا نقوم بها حسنة لوجه الله، ما تضيعناش الحسنة. والله يا أستاذة غير هذا خير كبير وبركة عظيمة دخلت إلى بيتك. ينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ويقول خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. أنا نهنيك بهذا الأجر العظيم، وهذا دليل باللي انت درتي حسنة وباللي مالك دعاولك بالخير، على بها ربي يوفقك لهذا العمل الحسن. أكتو كان جايزة بسيارة ربي ساق إليها هذه البنت باش تتكفل بها وتقوم بها لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والله هنيئا لك وربي يحفظك ويكرمك. آمين. شهرة كاش ما عندك ويملأ بيتك خير وبركة إن شاء الله. نعم. شوفي أنا يا نكمل لك من بعد كيفاش شاف راجلي زوج تاعي شاف لي ما كان والو المشكل ما نحب أنا ما هي نيل عند الأم نيل عند غير واضح. نعم. راهي معلقة. طفلة بدات يعني دخلتها تقرا. الأم راهي في الشارع، يعني حتى يماها راهي في الشارع. حتى يماها ما راهي في الشارع. نعم. خطات أنا كما كانت تجيب لي هذوك مساكن من بعد حتى وليت شوفي كاش ما تحقي. نعم. تقول لي كي تحقق دراهم تقولي مدي لي دراهم نبعث لها لوجه الله. قالت انه تكفلتي بها، يعني بقات عندك في المنزل عام عشت عندك. شكون؟ فتيحة. فتيحة كان عندي ان ستوديو كنت مسلفته لها. نعم. باش لو طون باش تلقى مأوى تلقى مسكن. سما باش كنت نهبط لها بنتها تشوفها. يعني حميتيها كذلك من الشارع، يعني نقصتيها انت كذلك حتى الأم. حتى الأم هكذا. يعني نحيوك سيدة شهرة على هذه الوقفة. نعم هذه الوقفة الإنسانية بالدرجة الأولى. كيف حقيت أنا يا ستوديو حطيت الناس كامل لا غالب راحت، ومن بعد ولات هي فوغال ما كانت تقول لي باش ما نديرونجيكمش باش نواسي كامل. كانت مرة تجيب التليفون تاع شهرة كاش ما عندك ربما حبيتي تقولي الفاتحة صافي هذا من 7 أشهر وبنتها في عمرها وما جاتكش الفرصة ربما ولا ترددتي، هل أنك تقولي لها توجهي لها رسالة تعطيها نصيحة بما حكم أنك تعرفيها وتعرفك وفيه علاقات ما بيناتكم؟ واش نقولها؟ والله ان شاء الله ربي يحل لها المشكل تاعها وتخلي وانا يا على بالك الطفله ربيت عليها الكبده وليت نحبها اكثر. ثم امانه حمد هذيك الامانه ما كنتش معلوم كنت نتصور يجي نهار بين تروح مع امها ومن بعد لا ديرنيير فوا جات حبت تديها ما قدرتش باسكو كانت تقول لي انتحار نقول لك صح. نعم يتهدد بالانتحار. اكي خايفه على الطفله. اكي خايفه على الطفله شهرة. انا راني خايفه على الطفله بزاف باسكو هذا تاع الكلمه تاع الانتحار نقول لك صح وليت نحضنتها اكثر وليت درت لها الشوفير يديها ويجيبها ليكول. بارك الله فيك. ودرتها في ليكول بريفي كي ولادي فهمتي درت لها اكثر وكيما يقول لك شوفير يديها من الاخر خوف
ديجا مدينها تديها وما تعرف هي ديجا راهي كانت في لا ديبرسيون، كانت نعم ماشي سهل كذلك عليها، يعني مطلقة في مجتمعنا، يعني لازم نفهموها ماشي سهل عليها أنها تعيش ماشي سهل مع طفلة كان في عمرها 7 أشهر طلقها زوجها، تنصل من الأبوة تاعو، يعني ماشي سهل. حنا نشكروا كثير السيدة شهرة ونحييوك على واش راكي تقدميه. شوفي انا واش نقول لك، نقول انا سورتو نشوف لونفون. نعم اكيد. فاتحه راهي هنا رانا نشوفوا الجزائريين كانوا يشوفوا فينا انتحار من فضلك. فكره الانتحار شيليها من بالك خلاص. ما اسمحليش جوج انا راجلي ما اسمحلهمش. لكن الانتحار يا فاتحه ماشي هو الحل ابدا، ما حيكون الحل. ما اسمحلهمش، هم عندهم اولادهم ما اسمحلهمش. قاضي عنده قال لك الرسول وما غلطش، قال لك ثلث القضاة، 2 جهنم، 1 الجنة، وانا هذو ما شاء الله باذن الله ما نسمح لهمش. نعم ما نسمح لهمش. كي جوج كي الزوج تاعي حسبي الله ونعم الوكيل. شهرة سيدة شهرة اسمحي لنا فقط، حبذا لو تقعدي معنا دائما على الخط، نروحوا فقط مع فاصل إشهاري ونعاودوا نواصلوا، وحين يكونوا فيه كذلك تفاصيل مثيرة ومفاجآت. تبقاي معنا شهرة. بارك الله فيك شهرة. إذا مشاهدينا الكرام نترككم فقط مع هذا الفاصل الإشهاري ثم لنا عودة مجددة بكم مشاهدينا الكرام. نواصلوا في القضية تاع فتيحة. شيخ نقولوا أنه السيدة شهرة قالت أنه راهي خايفة على الطفلة من الانتحار، بمعنى أنه الانتحار يتهدد به الوالدة أو قديم عندها مده وراهي تهدد بالانتحار، قالت لنا نذبح نفسي نذبح الطفله. معاذ الله، انا اغلب ظني انها يتهدد لشده الالم فقط. ولكنها لا تفعل هذا، لان الانتحار من الكبائر، هكذا تولي خسرت الدنيا والاخره تاعها وتاع بنتها. ولذلك انا ننصحك امام الشعب لا تفعلي هذا. على بال قتل النفس من اكبر الكبائر، وانت تحبي بنتك وراكي خايفه عليها وراكي حاصه عليها، وانا سمعنا بنتك الحمد لله عند عائله شريفه واستاذه مربيه الاجيال وراهي دارت لها سائق يعني حمد يا ربي ان بنتك في ظروف حسنه. لا تهددي بالقتل. عندي بابا ويما. لا تهددي بالقتل، لا تفعلي هذا. مانيش نهدد، راح تفسدي الاخره نتاعك. مش حرام علي مش داروا فيا وفي بنتي. اسيدي انا معليش السماح بيني وبينها ربي ويغفر والملائكه. نعم مشاهدينا الكرام كذلك فقط نقولوا أنه برنامجنا شعار المصداقية والموضوعية. احنا بعد ما جاتنا فاتحة وعرضت لنا قضيتها تقصينا الحقائق، سعينا لذلك عندنا ربما مفاجأة حتكون معنا هنا في البلاتو. فقط نهضر مع زميلي المخرج مصطفى، في عندك ضيف ربما. نعم، هل يمكن أنه يلتحق بنا؟ دوك نشوفوا ربما نهضروا الحقيقة فقط. نعم باش نكونوا كذلك واضحين أنه السيد طليقها تعهدنا أنه وجهه لن يظهر. تفضل معنا، احنا للأمانة سوف نحفظ لك الوجه، ما نجحين للأمانة نكون عند وعدنا احنا إن شاء الله. أعطينا فقط الميكروفون. تفضل. سيدي احنا نشكروك على تلبية الدعوة، شكرا جزيلا. تفضل. سمعت واش كانت تقول فاتحة أنه بنتك ماشي بنتك، تنكرت منها، ما راكش تنفق، ضربتها وتم إدانتك ب2 حبس، بعدها استفدت من البراءة، وفي تفاصيل كثيرة، ولو أنك توضح لنا سيدي. أنايا تاع هذه الناس. نعم. واش درتها؟ سقسيها هي وين كانت، واش كانت تخدم؟ هذه واحدة. ميكروفون. نعم. لا قول أنت. هي تكلم. واش كانت تخدم وين كانت؟ علاش درتها؟ انا ما نكرتش هذه وحده. درت النقل الناسب، علاش نديرها؟ شد الميكروفون. نعم. معليش هذه وين كانت؟ في الملهى. دوك انا ولا نيبورت واحد باش يماركي قفل على اسمه والمراه اللي راهي معاه عاقد معاها في الملاهي، تخدم في الملاهي، انا ما نقبلهاش وما يقبلها حتى واحد. وانت كنت على بالك انها تروح للملاهي؟ هي كانت في المكان تما في بجاي، كانت اونسانت، كانت في بجاي. هذا انت كي تزوج بها الحمل وقع بعد العقد؟ عادته عقد زواج ولا قبل العقد؟ ضمن عقد زواج. ما كانتش حامل. ما كانتش حامل. ما كانتش حامل. الحمل وقع بعد العقد. بعد العقد بمدة شهور هكذا. 6 شهور يتقول. 6 شهور. لا وقع الحمل. لا ماشي 6 شهور. يدو في بالي. ماشي 6 شهور. فأنت دخلك الشك أن هذا البنت بنتك ولا لا؟ كي كانت تروح الملاهي؟ لأن الزوجة وأنا اللي ديمونديت لافيا. كنت تروح الملاهي؟
واش قلت لك انا ديك النهار؟ ماما زيدت في سبيل. وعلى بالو بصح قبل ما نتزوج عرفني لا خليه واش كانت خليه تدير في يواصل. الملاهي فهمني. تفضل دوك باينه خدمه. هذه نهار زيدت. الله يرضى عليك، واش تقصد باينه خدمه؟ كانت تسابي الماكله، كانت تشطح، واش كان وشنو باينه؟ خدمه الملاهي باينه. بلا ما نوضح لك انا هذه. انت الان هل ما زلت تنكر انها بنتك ولا خلاص طمع لا 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 ما شنو انا. ما راكش تنكر؟ انا نروح ليها. جيد. انني فاهم الرجل. والمراه كان عنده الشك. كي قالت لك سمعت المراه كي قالت لك جامي جا ليها وجامي نفق عليها، انا كنت نروح ليها ونمد راجلها ولا حبيتوا تتاكدوا عيطوا له. نعم نشوفوا شهرة أي معنا في الخط. نعم عيطوا الراجل يا اخي. نعم انا هذه ماكش نهضر معاها، ماكش نتلاقى بها، تلاقى بها مين دار؟ شهرة زوج فاتحة راه وعندي معنا. الشهود. نعم يهدر معاك ربما حب يقول لك. تفضل نهدر معاها. شهرة. نعم يامن معك يامن. وي يامن وصلك يامن. انا ماكش نجي عند اميره، جامي جيت عند اميره. لا قلت ايه وعلاش ما هضرتي قلتي جامي جا جامي نفق عليها؟ لا كيفاش مالها؟ عندي 4 جور ولا 5 جور ملي قتلت تما انايا. كما تسمي كاع راسك دوك راح نجيب بنتي. يامن اصبر دقيقه، سمحي لي. عندها شحال لودوز نهار انا عيطت. واش قلتوا لي؟ راهي سرقت الطفله هكذا. بنتك فين السرقه هذه؟ شهرة سرقت. قلتوا لي سرقت الطفله ولا ما قلتوليش؟ قلتوا لي روح بوزي بلانت. خلينا نهضر دوك نهضر ولا ما نهضرش؟ تفضل تكلم. قلتوا لي روح بوزي بلانت ولا ما قلتوليش؟ بوزي بلانت. صح. خليني نهضر مع شاهينة معليش. تفضلي شهرة. نعم شهرة نعم عيطوا له قلت له بوز بلانت بيا باسكو سرقت الطفله. لا ها هو يقول هكذاك واحد قالت هكذا شاهينة. خلونا نهضروا خليني نهضر. شاهينة كنابي. من فضلك الصبر يا الحاج الصبر. عندها ليله بس ما تقدرش تديها تبات عندها، وكاين حق الشرع الويت. ولكن كنت تقولوا هي نفسها تبات في الشارع وين تديها تبات؟ هي نفسها ما عندهاش وين تبات. ما عندهاش وين تبات، عندها دارهم رفضوها. لا هي خرجت من الدار. علاه خرجت من الدار وراحت ما راحت ما تلاقاتش بهذه، تلاقات بها في. صح انت علاش ما ديتش بنتك باسكو بنتك وين يديها ما عندوش زوجه؟ انا في الشرع وانا ساكن غير مع يما وبابا. ساكن مع يمك وباباك. ساكن عندي شامبر انا في الدار. نعم قال لي خرجت لا ديال ما تديش النفقه تاع 5 سنين تدي تاع عام. اسمح لي قال لي هكذا. يعني والله للاسف الله يرضى عليك سامحيني يا الاخت. نعم تفضل. جاوبيني واش كنتي ديري في الملاهي تاع بجايه؟ حوزوني داما. حوزوك داركم. خلى بالك بابا ما باش تكون بابا. انا قدرش حوزوك داركم. خواتاتك خافوا في عليهم. الملاهي اذا لا حوزوك داركم ورحتي قبال الملاهي. كانت عندنا ديك طفله اسمها فاطمه مع وليدها تنكر لها اهل الدنيا كلهم. كانت تروح تبات قدام الشرطه قدام المسجد وما راحتش للملاهي. واش تستنى يا راجلك يدير كي يسمع مرتوي في الملاهي؟ كيفاش يسمع؟ واش تستنى يدير؟ شيخ تدرتي هكذا باش تحرقيني مع لا فامي كاع. انا راجل ما فياش العيب. معليش ديريها مليح في بالك. العيبه في بنتك. انت روحك ما ربيتيهاش. تقدري تربي بنتك. انا عندي سؤال. جاوبني على السؤال. 5 سنين وانت عطيتها للناس 5 سنين وكنت تقولي لهم ما تخلوش يشوفها. دوك يجوزوا راجلها لهنا. دوك يجوزوا راجلها وياها. نعم راح نتصلوا به. نتصلوا شهرة. نعم راح نتصلوا بزوجك. جاوبني على السؤال الله يجازيك. شمس الدين. جاوبني على السؤال الان. سامحيني عندي سؤال. ما اتفقت معها وما رضيت عليها وعلى ما طلقتهاش ولماذا ضربتها؟ هي تقول لي ضربتها. فتيحة من فضلك خلينا. وعلى ما طلقتهاش وتهنى وخلاص. خلينا نكملوا. قديمه هذه. عندها 4 سنين علاقتك جديده. احنا الاخت انا طورنا شويه الحمد لله. رجل يعترف بلي بنته ويعترف بالنسب نتاعو وقال كلمه مليحه السنه. معليش دقيقه برك. هي راه تقول لك انا ماكش ننفق هكذا على بنتي وهذيك سمعتها قالت لك ما كاش يجيب لها. ما على بالهاش. هكذا انت كنت تجيب البابا. كنت نجيب ونتلاقى بها. كيفاش انايا انا ما ننفقش على بنتي دايرها في لاسيرونس معايا في لي فيش دو بان معايا هنا كل شهر نجيبها. فتيحة والله فتيحة من فضلك فتيحة. عام الاولاني 4 سنين من فضلك هذاك عام الاولاني
ثاني اللي عليك تهضر يمن ميكروفون فقط من فضلك يمن. أستاذي الرجل كان يروح يزور بنته ويمد دراهم للراجل هذا الأستاذ. أو معنا زوجها المخرجة ويقول لي أنه معها زوجها كذلك. مثلا وش الفائدة يمد نفقة للمرأة والطفلة ما مع يمها؟ نعم. هو كان يدير وين الطفلة، يعني هل هذا يقدر يجي له مخرج؟ نعم. لأن أنت كي يجيب لك دراهم والطفلة ما عندك أصلا. لا نسألك هو كان يزور. كان نكرهك فاش يحشف بنته. كان نكره. جاوبنا علاش كان نكره. العام الأول. العام الأول كان نكره لأنك أنت كنت في الملاهي. العام الأول. ماشي قلت لك روحوا معايا همالة تكتب في الصلاة كيفاش راني نصلي. العام الأول. تصلي الآن الحمد لله. الحمد لله هاي مصلية الآن. شهرة نعم يمن من فضلك شهرة حبيت تهدر خلاص تابت وندمت شيخ من فضلك واستغفرت. يمن حبيت تهدر معك شهرة. لا ندمتي على المعاصي. شهرة تفضلي شهرة كي معنا على الخط تفضلي شهرة. وي نعم وي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. راني جمعت غير اليمن. يمن كاين ربي مدينتنا سبحانه. سبحانه. واحد يقول الحق. هاش كنت تجي انا قلت كنت تجي تشوف بنتك. قلت مرة كي تجي تجيب لها لي كادو لي كوبي تجيب لها لي بونبون تجيب لها هذول لي كادو ليها. بصح باش النفقة كنت تعطيني دراهم ما كنتش نعطيك ليك. ما كنتش نعطيك ليك. لما كنت تعطيه الرضا. اتصلوا به. اتصلي به. اتصلوا به. اتصلي به. هاويني قدامي يهدر معايا. اتصلي به. هاويني. وهذه حصة ماشي تاع فضاء. الو. السلام عليكم. سلام سهلا. السلام ورحمة الله. نعم. مرحبا بك معنا. راهو يقول بابات أميرة أنه كان يمد لك دراهم ليك باش ينفق على بنته، صحيح ذلك؟ واش معنى هذه النفقة هذه؟ أنا ما فهمت هذه النفقة، أنا إنسان يجيب لي كادو. نعم. نجيب غير لي كادو. واش كاين؟ جامي عطيت لك انا الدراهم، جامي شريت لي حوايج. عطيتني هذيك الخطه وقلت لك يا ودي عطيتني وشحال كنت نعطي لك تعاود ترجع لي نقول لك هذه بنتي. يا مدقيقه. انا عندي شهود اللي كانوا يجوا معايا، انا عندي شهود عندها 4 جور 5 جور كنت نهضر معاك. واش كنت تقول لي؟ كنت تقول لي اجري على روحك دي طفله هكذا ولا لا؟ قلت لك اجريوا على روحكم. ايش كنت انا مع ربي انا واحد خلاص انا واحد ما نتيق فيه، نتيق بابا ويما. ما نتيق انا نقولها لك ديرك فرونشمون ما نتيق حتى واحد. يا من عندي بنت. بيش انت سمعت منك كلام، هو سمعت منه كلام ومرته سمعت منه كلام، في 3 واللي راهي تروسوا فيه الطفله بنتي. ساعدك هذه. يعطيك الصحة الطفلة راهي ضحية يا من. انتوما كنتو دايرين بلي انا الفيكتيم. لا اسمحوا لي برك. انا عندي ناس انا اللي كانوا يجوا معايا وش منها انا كنت نجيب فيه كل 20 جور كل شهر كاين خطره برك ما تجيش 2 موا. علاش يما كانت مريضه راني نقولها لك في التلفزيون وانتوما هذا واش حبيتوا. انا وليد فاميليا، انا ماشي تاع عار. اسمح لي دقيقه فقط. ماشي انت عار، علاش ما تجمعش شملك وشمل زوجتك وبنتك؟ لا تسمح لي. علاش ما ترجعش الزوجه؟ تجيب الطوموبيل وتدور في الحومه بوليو 12 تاع الليل. انت في ميزك هذه مراه. يا يمن نهضر لك بصراحه اللي غلط ما كاينش اللي ما غلطش في الدنيا. ربما غلطت. انا نهضر اسمح انا لها. نفرغ نهضر واش كاين. بيسك انا اللي على بالي انا واش كاين نعرفها مليح انا. ربما غلطت يا من. افهمها. غلطت انا ثاني غلط. حاولي انكم تسووا الوضعيه. ما نسويش كاين قانون يتعاقب متهم هذا يتعاقب كما هو كما ما المتهم. تخميش في نفسك. تتعاقب. خمي في ضربتي أميرة. فتحت لي عيني قال لك دوك نتعاقب على بالك على منك تاكل. انا تاكل على ربي وعلى ذو الرجال. فوالا قلت لك ما عندك ما فتيحة من فضلك اخذ الحق. اختي العزيزة فتيحة ما تخميش في نفسك، خمي في أميرة. هم مثلا ما يضربوها لو كان انك هم ما يهضروا لي لو كان هذا. انك تكسبي زوجك ما طليقك ربما ربما. ما ننكرش الخير. الحمد لله. اكزاكتومون. شكرا يعطيك لحظه الصحة. برك خليني نعم نسالك فقط. يعني انت انكرت النسب ولكن لما خرجت في الخبره علاش خليت القضيه واش درت واش عملت من بعد لما جات الخبره تاع الشرطه عندها حوالي 3 سنوات ولا عامين قالوا بلي بنتك علاش خليت الوضعيه عندها عامين واش عملت من بعد انت سويت وضعيه بنتك انا كنت نروح لها لا خلينا تروح لها انت طلبت انكار نسب جات قرير تاع الشرطه وبعد انت واش عملت واش عملت رحت سويت وضعيه رحت للقضاء وقلت لهم خلاص بنتي الان انتهى الامر سويت انا بعثوا لي كيما هي الان انكار النسب سهل يعني انك تنكر النسب يعني تسمح لي فقط لكن لا باش لا اسمح لي لكن حتى لان حتى الطفله هذه فيما بعد كي تكبر
لما تعب لي الاب تاعها في مرحله من المراحل انكار النسب تاعها، وبعد ظهر النسب انها بنتك في سنه 2012 ولا في سنه 2013، رانا في 2015 ما عملت ولا شيء، خليتها معلقه الوضعيه تاعها. ثانيا انا مانيش نلوم فيك، انا مانيش نلوم فيك من جانب قانوني، الناس كلها عندها مشاكل، يعني مشاكل البنت تاعك اكبر لان عند ناس اخرين. النفقه ماهيش فقط النفقه فقط ماهيش دراهم، البنت تاعك مش، اسمح لي فقط، البنت تاعك مش محتاجه فقط دراهم، مانيش نعمل لك في درس ولا، ولكن نقول لك باللي لا حبيت تهضر على الواجبات تاع الاب، الواجبات تاع الاب ماهيش فقط. انا بالهم باللي انا العجوز عام ونص وهي قاعده فراش اوبيراسيون على بيها، انا ما رحتش كونسيست قضيه. معليش نهضر انت على بالك ما تكذبيش. الشيخ لا يسترك، يا الشيخ لا يستركم كاع. نعم تفضلي. ما خليتنيش في دار العالم وانا اونسيت. هذوك شحال عندها؟ جاوب بصراحه، قران بيناتنا، الشيخ راهو بيناتنا. ما خممتش على مرأة حامل خليتها في دار الناس. شحال داركم انت جبابه كداب. داني جبابه كداب. اسمع يا شيخ، هذه المشاكل تقع بين الازواج. تقول لك ما عنديش خليني في دار الناس. سامحني، تقول لك ما عنديش بابا. لا تنكروا لها مالها. تنكروا لها مالها. هي هكذا تقول. علاش جاو الدواء في الخطبه باباها قال لك ما نس، قالت لي هي بابا ماشي مستعرف يعني خلينا من الخطبه فرينا. استاذ كوتي الله يرضى عليك، جاوبنا على مساله. المراه هذه تطلب حضانه البنت ولا تنتحر؟ والمراه اللي تدخل الملاهي عندها حق تحضن طفلها؟ لا ما كانش، اولا ما كانش دليل، هذا مجرد كلام. دليل هي تعترف بها. القضاء لا ما اعترفش. اذا فتحنا لا هو ما اعترفش بالغلطات تاعنا، ما نستعرفش. هي تعترف اللي كانت. ما نستعرفش. قلتي لا احنا من باب فقهي ماشي ننتهوا فيك. خلاها اوسط البيبرو تقسم لها على زوج. استاذ هذيك في دارنا في دارنا دوكا في دارنا ما تبكاش بيبرو. ما تبكاش لان الحضانه ما تحكي دوكا تعاود تولي. دوكا لك عاود تولي لله تسمع. 2008 نعم هذا 2008 نفسية انا جيت لبنتك باش لو نصلحوا ما بيناتهم الشيخ، لو تدخل الشيخ نوكل عليك نوكل عليكم لو انك نحاولوا ان نصلحوا فتيحه. لما ممكن يقول لك نوكل عليك ربي تقول لي سمحي لي واش ديري اسمع ما تستعرفش بربي تاعي. انا واحد يقول لي نوكل عليك ربي نطيح قدامه نسلم له نجي نقول له اسمح لي فتيحه من كيما انا نخاف من ربي، انا نخاف. فتيحه هي الاخت الشيء الجميل ان هذه العائله الشريفه الكريمه اما منعوهمش باش يزوروا بنتهم. نعم انا نسمعوهم يتواصلوا معهم يعرفوا اسمائهم. كانهم عائله ذو عنده عائله وهي عندها عائله وانا عائله تاعي وراها. ولكن انت اكيد تزوري بنتك. وراها عائله تاعي وراها العائله تاعي. انا عنده عائله يما وباباه، هذيك عندها عائله يما وولادها، وانا واش عندي ربي وبنتي. وين مالك انت؟ ورا ماليا باباك يمك او على بالو بالاستوار. ما طبيتش عندي ما وبابا، انا ربتني جداتي كان في عمري نهار. واين جداتك؟ وين راهم؟ قول لهم انتم وين راهم؟ خالها هذا خالها حبدا ما على بالو بالاستوار. معليش يمن استرها انت، انا ضحيه قالوا كل عليك ما تهدرش الصح. كيما انا نهدر الصح هدر الصح. اولا انت طلقت بالثلاث ولا طلقه واحده ولا طلقتين ولا؟ لا طلقه واحده. طلقه واحده؟ واحده ما شاء الله. اذا طلقه واحده يمكن ما نوليش جامي. اذا طلقه واحده دقيقه وين تولي؟ اكبر طلقه واحده طلقتي 3 خطرات. شنو نولي معاك؟ الرجل يقول طلقه واحده والمراه تقول 3 طلقات. جامي غير نساها. ما كاش احتمال تعاودوا هاي تابت وندمت واستغفرت. واش تعاود يا انت شيخ الان كي تائبه ما تزيديش تولي الملاهي. كي نوض خويا شنو تائبه ما لازم تاخذوا كاع لا لا الان خلاص راكي نسيتي. انا وبنتي بنتنا برا ما كان نقول لكم بنت انا وبنتك ما كان لا وين بنتي؟ ما رحمتونيش لا انت لا دارنا واحد ما رحم. انا رحمتك ودرت فيك الخير، انا رحمتك ودرت فيك الخير. انت على بالك وين كنتي؟ انا رحمتك ودرت فيك الخير ومشيت معك راجل. كون راجل زيد واصل له كون راجل واسترها. بنتك في انا نفقت على بنتي، كاين عام ما نفقتش على بنتي. وقولي نسالك وربي شاهد في السماء. سؤال يا انا دراهم ما يضرونيش، انا ما خسرتش 100 مليون 50 مليون 20 مليون في حياتي. هذه راهي تحوس على الدراهم. يمن هذه راهي تحوس على الدراهم. انا حبيت انت في ميزان بالدراهم نربي بنتك عندي وين نسكنها. واش راكي كاريه؟ باش راكي كاريه؟ باش راكي كاريه؟ ليش راكي كاريه؟ بالدراهم منا كي كاريه. روح شوفي شحال كاريه شوف 800,000. عندي لي بروف انا ما نقدرش ندير باش تشوف حقيقه. فهمنا. ليبريت فامي اداريا هكذا ندير البلديه صح. هذه ما دخلتش عليها، انا ما دخلتهاش. كيف يحكم عليا قانون 18 مليون؟ ما دخلتش عليها؟ ما دخلتش. كيفاش تقول بنتي؟ بالليبريت فامي. بس كان طونسات انا نقول لك. علاش تروح بصح لا ديان ثبتت انه هذه مورا انا نقول لك من قبل في 2008 هذه صارت في 2008
في 2008 السباعي لا لا هاو هنا اللي بريت فامي صح هنا بنتك اللي بريت فامي انايا كي درت معاه اللي بريت فامي ابري شنو نقول لك شحال 3 موا 4 موا 6 موا طلقنا هكذا كي طلقنا انا ما دخلتش صح ما دخلت ولم تقع بينكما خلوة والو كان ليفري بيناتنا الشرع عيطوا لي لا دات رحت وقفت حكموا عليا 18 مليون علاش كي هضرت مع جوجه قلت لها علاش 18 مليون قالت لي نتايا دخلت عليها انا ما دخلت بالشغل وكيفاش كانت الطفله بعد ذلك؟ ها الطفله جات موراها طلقتي هي كانت اونسان فهمتي ما كنتش على دوكا بالك بلي اونسان ها؟ ما كنتش على بالك انها كانت كي حامل راحت البجايه قالت لي قولي لها كي تكذبي لا اله الا ما قولي لها خدمتش كي تكذبي كاين مصحف دوك نحلف انا على المصحف انا نحلف على احلف المصحف احلف مسكنا عند العالم نحلف على احلف المصحف نهضر لك يعني خلاص لحقنا ما ما كنت سامع بأنها حامل. يقعدوناش الوقت كثير كي رحتي قلتي لي راني اونسانت يعني حتى اننا خيره ما عطينالكش حقك، سمحي لنا خيره حين نعاودوا نوليو معاك فقط خيره. سؤال يمن، مصير الطفله الان، الطفله اللي راهي في اللعب، الطفله راهي ضحيه، الطفله اللي راهي تخلص، الطفله ما تشوفهاش 5 سنين، شوفها راهي تكبر تحوس على باباها ويماها، باباها ويماها هنا راهم لك في خلاف، قولني وشنو هو الحل؟ الطفله نروح نشوفها الحل نورمال تعرفني بلي باباها وكلش. هذه الدنيا صعبه شنو؟ قالت لي ها انت مع طفلها لا إله. قالت لي ها ولي باباك ضربني كي كنت انت في كل شيء. انا الدنيا فوق كي رحت شفتها انايا عندها هذاك ما نقول لك ديما هكذاك ولا فايته كي رحت شفتها الطفله انا ما فاق كي تفتحوا لي الباب الميكروفون ها وريضه هنايا الميكرو. ها وريضه هنايا تعيطوا له غير تفتحوا الباب غير تشوفني تجي تجري. هذيك الضربه شافني الطفله لقيتها تنفت عليا موراها حكاو لي هما قالوا لي ها واش هضرت لها واش هضرت لها. والحل؟ والطفله في ليكول عاودتها الاستاذه تاعها الاستاذه عيطت لهذا الريضه قالت له. والحل اليوم؟ الحل اليوم الحل هي الديمون ديالك النفاقه. واش راكي تطلبي اليوم؟ نطلب حقي وحق بنتي، نطلب من الدوله الجزائريه تحصلني، بس بقيتوا لي غير نتوما وقلتها لك نديرها ونعاودها بس بنتي والحضانه للاب، فهمتي؟ يعطيني حقي وحق الحضانة للأم الصالحة. اي والله الحضانة للأم الصالحة لازم تكوني صالحة، لأن تسقط الحضانة إذا كانت الأم غير صالحة. فتيحة يا الله ونعم الوكيل ماناش في محكمة. وانا كون ماشي جاو للدار ولا حكيت لي عجوز طلعت لها مطاص شكراً. والله ما كنت جاي. أجلس نوصيوك باش الناس تسمع. وانا باش ضربتها جابت لي ناس يضربوني هي راهي راحت. لا كان عليك أن لا تفضل. تضرب. قال لها تفضل. كلام ماضي تجري نعم والبكره مازالها تخدم في الملاعب. لو راحت انسحبت للآن فتيحة. واصل شيخ. أنا حاب أنه أنت قلت للآن ما زالها تعمل في الملاهي. للآن في اللحظة اللي نتكلموا إن شاء الله ربي يتوبوا عليها ويغفروا لها. حبيت نوصيك أمام الأمة، نوصيك بنتك واصل لا شيخ. تنسى بنتك. انا يعني نقول لك غلطت ما كاش اللي ما يغلطش راك فهمني فيه. زورها وأحسن انا إليها غلطت وأكرمها. اسمح لي انا غلطت ما كاش اللي ما يغلطش في الدنيا هذه هكذا. الملائكه هذه دوك نيبورت واحد يتوسوس كيفاش المراه بانت لها جاو الناس قبضوني قالوا لي يا ودي هاي كيفاه وبعد رحت بالشهور طليت شفت ناس بالتليفون يعيطوا لافوا هي لازم عليا ندير. هي قالت لكم سمعتها مقبي قالت لكم باباه كيف باباه انا في عمري 37 بابا يقول لي دير لاضيان انا ندير لاضيان. بس انت غلطت في حق بنتك تعرف علاش؟ لان النفقه غلطت في حق بنتي. لا دوك نفهمك علاش غلطت في حق. غلطت انا في حق نفهمك ونعطيك نصيحه. غلط بنتك لما تعطيها النفقه انا عندي شومبرا في الدار خليني ويما كانت نفهمك. أصبر. بنتك لما تعطيها النفقه اعطيها لها بطرق مكتوبه. نعم. اللي تاع مديت مبلغ معين ولا هذه ماشي هضره. بنتك تعطيها بشيء مكتوب لانه غدوه من غدوه راهي في عمرها 5 سنين تقدر تتابعك الام تاعها بعد ما جاتك الخبره تقدر تتبعك بعد 5 سنوات بعد عام بعد عامين بعد ما دفع النفقه. وانا ناكد لك بلي راح تدفعها من تاريخ الزواج تاعك. القضاء يمشي من تاريخ الزواج لانه الان هذه بنتك وانت ما عندكش دليل اللي يثبت به بانك دفعت نفقه منذ حوالي 5 سنوات ولا 6 سنوات. راح تشتملك راح يجي المبلغ كبير. نعطيك نصيحه تدفع مبالغ النفقه بطرق كتابيه بالطرق المعروفه قانونا والا فانت في نظر قانون العقوبات متهم بعدم دفع النفقه. مش ثاني هذيك تصورها سيدي تاع حاجه. احنا ما نضدك يا أختي، احنا ما نضدك يستحيل. تصور كنت تعجبني في لي زوتيل نقول لك حاجه خلصك ربي راه ما تخممش.
إذا مشاهدينا الكرام نترككم فقط مع هذا الفاصل الإشهاري ثم لنا عودة. إذا عودة مجددة بكم مشاهدينا الكرام. بعد ما تهدأت الأوضاع الحمد لله هنا فاتحة أكي مرتاحة الآن؟ نعم الحمد لله. نشوفوا كذلك عندنا قضية خيرة، جيتينا من عين دفلة. نعم يعني رحنا خضنا في قضية فاتحة. قضيتك ما تختلفش كثير، حتى ولو أنه زوجك أنت كنت مشاهدينا الكرام أنه خيرة كنت الزوجة الثانية. واه هكذا بزوجك كبير يكبر عليك بزاف، كبير عليك. كبير علي. مثلا بعد ما بالنسبه لي كمراه عندي روحي كبيره، يعني فوق 30 سنه. عندي فوق 30 سنه عندي روحي كبيره. هو فوق 50 سنه عانس دايره روحي عانس لكل وامراه مطلقه. نعم امراه مطلقه. كي جبتي طفله معاه بعد ما زادت الطفله ولا كي كنتي حامل طلقك، راح وخلاك. انا كي شكيت شكيت باللي عندي الحمل. كي شكيت انا غير شكيت برك ما تاكدش. قلت له كنا لاباس نضحكوا ونلعبوا نورمال، ومن بعد قلت له راني شاكه في روحي. قال لي عندك رباط. قال لي وك داتك فاطمه صافي ضرتي هذه ضرتك هي اللي خطباتك. هي اللي خطبتني. در الزوجه الاولى مرته الاولى هي اللي خطبت لك. هي اللي خطبتني مع يماه صافي تعرفنا وعنده الدراري مع مرته الاولانيه. عنده 3 شاشره وزوج بنات في فرنسا. 3 ذكور وزوج بنات. تفضلي. كيف تأذيت يعني بسبب الانانيه تاعو، يبغي غير روحو، ما يبغي لا مرته لا ولادو، ما يبغي غير نفسه. اصلا يعني ولادو كيأذوني كيسبوني كيشتموني وكي انضربت. نعم كي انضربت يعني بسببه. حسبوني بلي راني نحرش فيه. يعني ولادك ضربوه. ولادو ما يحنش عليهم، ملي كيزيدوا ما يحنش عليهم. علاش طلقك؟ ما يحبش في خاطر ما يحبش امهم وما يصليش. علاش يدير الاشياء المفجعه نعم انت ولادو يكرهوه يقولوا لي ما تحنش علينا. ولكن خيره انت علاش طلقك؟ هو طلقني صافي. كنت انا كنت نخرج مع مرته، هي تخرج. هو بالك ما كانش يحب خروجي بزاف مع مرته، بصح انا خاف ولادو يضربوني. وحده عايشين في دار واحده مع الزوجه وحده في دار واحده. هذه العنوسه اللي كنتي تعاني منها خلاتك تقبلي راجل كبير. قالت لها من ديرك اختي. نعم يعني اختي اللي ماتت. ولكن قالت لها ماما خطبتها وقبلت. هو قال كي طلقك قال بلي انك مريضه نفسيا، صحيح؟ ليه ما يقوليش في وجهي انت مختلة عقليا؟ ليه يعجبو كي نهضر يضحك، كي ندير تصرفات يعني يضحك. ليه ما يقوليش انت مختلة؟ ما قالها لكش كي يعني ما قاليش. نعم كي قلتي راني حامل كان كي يدخل يضحك يخرج يضحك. يعجبو في تصرفات. بفرج الكوربة تاعك. المشكل هذا وفيه عدة أخطاء، اجتمعت مجموعة من الأخطاء. الخطأ الأول والكبير هذا القانون الجائر الظالم تاع قانون الأسرة اللي يفرض على الرجل كي يجي يتزوج زوجة ثانية لازم يجيب الزوجة الأولى، وبالتالي يكلفوها ما لا تطيق، لأن المرأة لا تطيق تجيب باش تشارك وتساعد زوجها باش يتزوج زوجة ثانية. اثنين أنه عمليا لا يمكن يقول لك لابد يقدم التبرير للقاضي. الراجل يروح امام القاضي ويقدم له المبرر يعني علاه حب زوجه ثانيه، وبما ان اغلب الحالات هي حالات نفسيه انا لا افهم القاضي كيف يفهم حاجه الرجل لزوجه ثانيه. هذا الخطا الاول، خطا القانون. الخطا الثاني الخطا البشري. هو لما حب يتزوج ما وجد مسكن. هذا الكلام عنده تقول قال لك عندي زوج ولكن ما اداكش ليه. ثانيا انا مانيش فاهم كيف انسان يجيب امراه ويخلي اولاده يضربوها. كيف يجيب امراه ويخلي اولاده يضربوها؟ كي تقولي كنتي تخرجي مع الزوجه الاولى لانك تخافي تقعدي في الدار. خاف من ولادو. علاه واش يديروا لك؟ ينبشوا يهضروا هضره ما تعجبنيش. يضربوك؟ كون عندهم يضربوني. في البدايه قلتي يضربوني. لا ضربني مره وليدو ويشرب مرتين بالحرام. ولكن باباه يكون حاضر مزيان يشرب مرتين ومزيان كان حاضر. يشرب الشراب وباباه حاضر. نعيط بيسمعوا الجيران. لماذا طلقك؟ قولي لنا السبب. شنو هو السبب اللي خلاه يطلقك؟ كي حملت كي قلت له شاكه عندي الحمل. هو قال لي قلتي عندك رباط انت ما تحمليش. وما قبل عطيت له خاتمه تاع ذهب تسوى 700. قلت له بحالي. قال لي ما عنديش الدراهم. قلت له عطيني الدراهم 300 باه بروح للغرب. هنا الرقايه ما يعني يطلبوا بزاف وما نثقش فيهم. مرته قالت لي طلبه تعرف. قالت لي عندهم النيه.
هذا كان فرحان كي قلت له عندي رباط، كان سعيد لان بالنسبه اليه عنده داعي، وانت مربوطه قعدي مربوطه ما يديش معك داعي، فقط عنده هدف واضح من هذا الزواج او باين ما نقدرش نسطروا عليه، يعني كان سعيد كي كنتي مربوطه. المفاجاه انك ما كنتي لا مربوطه لا والو، رحتي بشرتيه بانك حامل، عوض ما يفرح ويكون سعيد بالرزق اللي اعطاه له ربي، لان الذريه من نعم الله الكبرى على خلقه، ومن اهداف الزواج اصيب بصدمه. أصيب بصدمة. قبل ما نربطوا الاتصال، يعني طلقك وانت حامل ولا بعد ما انجبتي، بعد ما ولدتي الطفلة؟ طلقني وانا عنده بواحد 8 ايام، وانا عنده ونايفني قريب شهر، يروح يرقد يروح يرقد عند في الصالون عند مرته. 8 ايام بعد الولادة ولا بعد ما خبرتيه؟ يرقد هاك ويرقد هاك. 8 ايام بعد ما خبرتيه بانك حامل طلقك. تسمحي لي فقط شوفي في المحاكم يعني هذا النوع من القضايا، يعني الجزائريون كلهم ضحايا كي تسمح لي حضرتك. نعم. ولا انسان يعترف بشيء معين، ولا امراه تعترف، ولا رجل يعترف، الناس كل ضحايا، يعني تحير شكون هو الانسان الفاعل. ولكن خليني نقول لك باللي عشرات او مئات او الاف النساء لما يحضروا في البيت الزوجي صوتهم يوصل الى الشارع. الزوج لا يحب هذا السلوك. خليني نقول لك طريقه الكلام تاع المراه احيانا كان امراه تهضر وكانك تهضر مع راجل، الزوج لا يحب هذا السلوك. كاين رجال سلوكهم ماهوش ماشي اصلا سلوك تاع انسان عادي، تاع هو قرب الى سلوك المجانين. يعني كل هذه الامور لما تشوفها هي امور نفسيه، هي امور ربما لما تروح للقاضي ما يقدرش يفهمها القاضي، لانه القاضي ماشي عايش معاهم، ما نلوموش القاضي. ولكن على كل انسان يراجع نفسه، هذه حقيقه. يعني تحبي تعرفي الزوج تاعك علاش تغير عليك، والله تحب الزوج على الزوجه تاعو تغير، كل واحد يشوف سلوكه. ولكن اقرب السلوك ان المراه لابد ان تكون مراه، والرجل عليه ان يكون رجل. الاخت انت طلقتي للمره الثانيه، لماذا طلقتي اول مره؟ طلقني انا ما حبيتش نقعد، قلت له انت ما حبيتيش تقعدي. كي كملوا 3 سنين حسبت روحي كملت 3 سنين، قلت هذا العام ما نصبرلكش. وعلاه ما صبرتيش؟ قلت له تديني، كان يضربك؟ تديني للطبيب. جاوبيني، يضربك؟ هذا مش حامل خاطر بسبب امه، كي ترابدنا وياك. وكان يجوعك؟ جوعنيش. يحقرك؟ يعني يسب لك راسك تاعك؟ ما يسبنيش. بابك يمك؟ يبغيهم. كنت متفاهمه يعني معاه؟ احترامهم، واحد الاحترام. ضربك شوف اذا كان طلقت. السنه نقول لك علاه نسالك. وكي يتلاقى بخاوتي ولا بويا يجي لهم يخمس لهم. وعلاه طلبتي الطلاق؟ ويقول لهم اللي يفرق ما بيني وبينها ما نسمحلوش. علاه نسقسيك، سمحي لي كلامك كبير. هي مالي سيدنا رسول الله يقول لا يفرق مؤمن مؤمنا ان رضي ان غضب ان لم يعجبه منها خلق اعجبه منها خلق او رضي منها خلق. دوك انت انا هذه نصيحه لكل امراه، تزوجتي برجل ديري دراسه فيه زوج عيوب، كي قلتي كي تتفتني مع يماه يجي مع يماه، وهذه منطقي. شكون يجي معاه يقول نروح نخليكم في زوج، في زوج يقول لكم نروح نخليكم في زوج. ولكن كي تقولي ما يجوعكش ما يشتمكش، يحب اهلك، يعني فيه جوانب ايجابيه، لان الرجل الكامل غير موجود. اي خلي يماها هي تتحكم فيا. كي يبغي يسقمني وتوبها باش يديني الطبيب، هي ما تخليه تشديه في الطريق. هبلته وهبلتني صراحه. سما انت كي تشوفي بعينك بلي رجل ماشي منه، يعني راهو هو طيب، ضعيف الشخصيه، ضعيف الشخصيه. كنروح ضيفه يروح يبات معايا. خلاص السنه دقيقه، عندنا الضيق السنه دقيقه، وين يقعد معايا يومي. خلاص اصبري عليا. تزوجتي برجل 3 سنين، كي قلتي عليه ضعيف شخصيه وطلبتي الطلاق وطلقك ومسكين، او يوكل ربي على الناس اللي دفعوه للطلاق. جاك راجل واحد اخر قال ما اسمح لا الوالديه اللي داروا، او جاك راجل قوي الشخصيه يجيب قلتي نساء للدار بسببه عانيت، ويشرب بسبب ولاده ويشرب الخمر. الاول ما كانش عاجبك خاص يطيع يماه وطيب مع يماه وفي علاقه مليحه مع يماه، صح ولا لا؟ علاقه مليحه. شفتي اني خايف ولا الثاني ربي يعاقبك على جال هذاك الاول الطيب اللي يطيع يماه وفيه الخير ومسكين كي يحصل ما يضربك لا انت لا يجي فيه زوج يقول لكم روحوا بعدوني. بس انا عطيت له شرط، انا قلت له امك راه تعايرني، امك تعايروني غير من واش كانت تقول لك مثلا؟ حملا غير نبكي في الليل يجيني شرقد كي نسيب دراري صغار غير نشدهم من غير. الصبر يا اختي، الصبر على ربي يخلق الصبر. يا والناس جوزت العجب وانت كان عندك زوج عندك وتديري للطبيب ويبان العيب مني ومنك باش امك ما تبغاش غير كل يوم يعني كل يوم تغزل فيا، كل يوم تعدي فيا. بغات تمرك لي، بغات تنوض لي الزعاف كيما هي تزعف. عندها لاطاسي عندها لاطاسي وعندها مضروبه كتغاشى كي تغاشى تولي. اسمعي لي خيره من فضلك، واش راكي تطلبي منه؟ انا خاف منه كيما اذا ولادو ما ترباوش مليح، ترباو مسوجين، ترباو يشربوا، ترباو يقطعوا رواحهم. انا بنتي ما يربيلاش هو. نتزوج بنتي عندي
تتزوجي حابه تزيدي تتزوجي؟ يقول لك بربي بنتي عندي نحبها انا تزيدي تجيبي راجل الثالث. انا اللي نبغي بنتي. الان كي مطلقه ولا ما كيش مطلقه؟ مطلقه انا طلقني خلاص بالثلاث. صح لو تتزوجي يديرلك خرج الطفله الحكم في المحكمه او ينفق على الطفله. جاوبينا ينفق عليها. شكرا خيره. نروحوا نشكرك كثير. نشكرك يعطيك الصحه خيره بارك الله فيك شكرا جزيلا. نعم نواصلوا مشاهدينا الكرام. يزهق نعم شكرا خيرا. إذا مشاهدينا الكرام كنا عرضنا في الأسبوع الفارط قضية الجن والراقي عز الدين لجنة من ولاية سيدي بن عباس. القضية أحدثت ضجة إعلامية كبيرة، لكن قبل ما نقولوا واش نجر على بعد هذه القضية نخليكم تشوفوا هذا التقرير اللي أعدته الزميلة إيمان جوادي ثم لنا عودة. الراقي عز الدين قداري الإدريسي لجنة من ولاية سيدي. في العدد السابق من برنامج ما وراء الجدران استقبلنا عز الدين الإدريسي الذي سمى نفسه الراقي المعاصر، وكذا الحالتين صبرين وحياة المصابتين بسحر ومس. نعم عندك سحر التفرقة بينك. تمكن البرنامج من إيصال رسالة هادفة إلى المشاهدين، وخاصة أن الحصة لاقت صدى كبير بعد أن كشفت ألاعيب يلجأ إليها العديد ممن يزعمون بأنهم رقاة شرعيين ليسلبوا وينهبوا أموال الكثير من الجزائريين. كما أن السحر علم يتعلم كذلك الرقية علم يتعلم، لا يورث. ماشي بحجة أن جدي من أهل البيت نخرج أنا نقدر نرقي. إذا كنت مسلم فرق لها صباحها هذا، ولا كان كافر فرق لها صباحها هذا. وشرعا يجوز لك تمسها في يدها. هذه من باب الضرورة هذه. أين الضرورة في هذا؟ يعني من باب الضرورة. أنا شفتك صباعك في يدها هنايا. هذه حطيت برك هذه حتى لما كنت شاد هكا. فوق حائل يجوز فوق حائل. هكا حتى يعني لو كان ما كانش حائل. من جهتنا نوضح للمشاهدين الكرام أن الشيخ شمس الدين وضح للراقي عز الدين أنه لا يجوز له لمس المريض من دون حائل، وهذا ما فعله الشيخ، إذ أنه عندما لمس المريض كان ذلك بحائل، فقد كانت مرتدية غطاء على رأسها. والله يكون عندي وقت يدق خلتك، فهمت معناتها؟ إن الله لا يستحمل. حلقة برنامج ما وراء الجدران كان الهدف من ورائها توعية من يلجؤون إلى الرقية الشرعية وهم في الأصل يتاجرون بها، ما جعل حتى المساجد يتحدثون عن هذا الموضوع في خطبة الجمعة. ولما تحط اليد تاعك على رأس المريض فهذه اليد هذه راهي تحرق في الجن هذا. إذا مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير نفهموا أنه فيه كثير من الناس حاولوا أنهم ينتقدوا يتهموا باطلا الشيخ شمس الدين الجزائري. أنا شيخ نقول لك فرصة ربما باش توضح هذا اللبس اللي راهو كاين. نعم سمعت في إحدى الفضائيات يعني قال الصحفي قال كيفاه الشيخ يتكلم مع الجن، كيف يهدر؟ أولا الجن يسمع بدليل قول الله جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. إذن الجن يسمع، هذه واحدة. ولذلك أنا كي كنت نتكلم هذاك الجن كان يسمعني، وهو اللي كان يحاول يهرب وكان يحاول يعني كيفاه يخليها في حالة باش ما تستجبش للقرآن وللرقية. هذه واحدة. ثانيا سمعت الأستاذ مراد لحلو تاع ليشهد فارق تاع النهد قال كيف الشيخ دار حاجة اللي هو نكر على الراقي. أنا نكرت على الراقي يمسها فوق بشرتها، لا يجوز مس المرأة فوق لحمها، ولكن فوق حائل يجوز بإجماع العلماء من السلف والخلف. ولذلك أنا درت يدي فوق راسها فوق حائل، والناس ما على بالهمش واش وقع بعد الحصة. هو قال لها باللي قال له إذا راك جن عاشق ولا جن يهودي حل صبعتيها. أنا حبيت نوريله بلي هذه لا علاقة لها بالعلامات، لذلك أنا لما درت يدي فوق راس الطفلة وإذا رجلها تطلع، وهذه ما شافوهاش الناس اللي قالها عندك جن عاشق وهي ما عندها لا جن عاشق لا والو، رجلها طلعت. ولو كان كملت نقرأ القرآن كانت رجلها تمشي وهي تتبع رجلها. وهذا واش العلامات جن عاشق ولا وشنو جن؟ هي حقيقة أن البنت مصابة، ولكن كان في خطأ التشخيص. لما يجي لها وهم يوهمها أنه جن عاشق، والأخرى جن تفرقة. أولا المرأة هذيك معوقة يخجبناها فوق شارطة. أنا بمجرد ما حطيت يدي وبديت نقرأ لها أواخر سورة الكهف وما قرأتها على إنسان إلا وشفية، لأنها قرآن كلام الله، والشيطان عدو الله. كلام الله يذيب الشيطان، ما تقدرش تذوب الشيطان بطريقة أخرى. بمجرد ما بديت نقرأ لها ولا ما تنقز وترمي روحها في الأرض. واحد الحصة
قال لك الشيخ كان عنيف، الشيخ أو ضرب ما، أنا ما ضربت ما معاذ الله، هذا جن ساكن امرأة. واش نغنيو له سنة حلوة يا جميل، نروحوا نغنيو له، نروحوا نطبلوا له؟ لازم تتشدد معه وتخلعه، لأنه جن فاسق فاجر، أو يدمر لها في حياتها، يفرق بينها وبين زوجها. يعني كل الآفات والعاهات التي تأتي من الجن، كيف أنت تروح تكون لطيف معه؟ يعني نتصور نقولوا من فضلك الله يجازيك ويرضى عليك وكون رجل طيب وخرج منها، مستحيل. لابد التشدد وتخلع وتقول اني نحرقك وهكذا. وبغض النظر عن ذلك ما ننكروش انه كانوا فيه كثير من يرحب بالبرنامج بهذاك الحمد لله بالملايين. نعم، وكانت فيه رساله نبيله وجهناها. اولا انا نشكر الناس اللي ينتقدونا. نعم. احنا ما ناش نحوسوا على المدح، يا والمدح شفنا منه بالشكايه. نعم. اللي ينتقدك هذاك افضل من اللي يمدحك. عليه؟ اولا يوري لك عيبك، اثنين او يعطيك فرصه باش توضح له. هاني وضحت. قال لك كيف الشيخ انكر على الراقي الشيء اللي دارها، وانا انكرت عليه مسلمه بيده فوق لحمها وبشرتها. نعم. اما فوق حائل يجوز. شكرا جزيلا. هذا ما كان. والملاحظه الثالثه اللي نقدموها، كاين ناس بزاف اصيبوا برعب، خاصه النساء والبنات. نعم. اشفاو شنو يقول لكم؟ القران يقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا. بعض البنات حكاوا لي ولا كاين اللي ما ترقدش، لانه هو قال باللي من علامات المسك تسهر. وانا النساء اللي يسهروا كاع ولاو خايفين، يقول لك وقيل اني مسكونه. وهنا وضحنا انه الله يحفظك، هذيك ليست علامات. ان كيد الشيطان كان ضعيفا، الشيطان ضعيف، وهو اللي ما خلانيش نكمل نلقيها. نعم. قال لي هذا جنه وساكنها منذ 4 سنين، خليها. لو تركني واكملت قراءه القران لاحترق. شكرا جزيلا. بارك الله فيك شيخ. شكرا استاذ. شكرا الى معاناه عائلات اخرى في انتظار الحلول، ربما ايضا في الايام القادمه ان شاء الله. وحين نعود نولي للاخت اذا ممكن. تفضل شيخ. شوف يعني حاب نقول لك اصلحي علاقتك مع الله. وانا لما قلت لك الحضانه للام الصالحه باش انت تقولي بانك امراه صالحه، هذا ما كان. انا لم اكن اتهمك ولا يعني انا ما نعرفكش. انا جيتي عندي في الحصه حبيت ننبهك باللي الحضانه تكون للام الصالحه. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ ان شاء الله. فتيحه واش تقولي فتيحه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. جيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. ان شاء الله فتيحه نلقاوك في ظروف احسن ان شاء الله، نعاودوا نستضيفوك. كل باش يهددني دوكا هنا يقول لي ندير لك بنتك قدامكم وانتم ان شاء الله. بنتك ما يش عندك اصلا، اي عند العائله، اي عند الاستاذه. خلاص الحمد لله. شوفي انا نقول لك حاجه، بنتك هذه يحبها ربي. بنتك انت تسمحي في بنتك اخت عائشه؟ ابدا. الا كي ام وتحسي. نعم. انا عندي ابن وعمري ما ندير فيه واش درتي انت، وعمري ما نهدد انه ننتحر ونقتله. بارك الله فيك. واش ندير؟ بارك الله فيك. ربي يهديك الله يبني لك دار. هذه هي. دافع على نفسك باش تسترجعي بنتك. دافع على نفسي 5 سنين وانا دافع على نفسي. ان شاء الله يتحل مشكلتك. هاو لي جوج وجاو معاه، كيف تحبيتوا ما زدتوا ما تجوش معاه. حنا ما نجو مع حتى واحد، حنا رانا قانون الواقع ما يهضروا هكذا. وتصور تاع السيدي هذاك هو اللي دارهم لي في اللوطيل. ولكن المستشار القانوني راه لك نصحك وقال لك واش ديري. ها اذا شي استاذ اخر كلام نقولوه باش ما نبقاوش نتهموا في جهه معينه اللي احنا ما عندناش الحق ندافعوا عليها، باش ما نقدروش ندخلوا الياس في نفوس الناس باللي ما كانش قضاء ما كانش قانون. كلها امور موجوده. ولكن انا نقول لك فقط حاجه، انت في اخر الطريق يعني ما قالكش بزاف باش تحصيل الحقوق تاعك. كملي الطريق تاعك الى الاخير حتى الاخر. القضيه خذت سنوات ولكن في حلول. صافي تهرب من النفقه. استاذي انا نحب الاستاذ يدير انا تعليق. كاين المال وكاين الشرف. هي المال يتحوس على شرف راح صاير، ولكن تقول بلي راجل وداير لها كشرايط تصورها في الفندق كي كان راجلها. اني لاحظ ما وش كاع هم هذا الموضوع، رجل اجنبي مطلقها خلاص هو اجنبي عنها يشوه لها في وعنده السيدي تاعها صورها في الفنادق. انت على ما واش يهمك موضوع الشرف نتاعك؟ على ما فاتيش دعوه؟ انا تحوسي على الدراهم والشرف تاعك. على نحوس على الدراهم انا والشرف تاعك. واش قلت لك عايشه راني جيت لهنا؟ عايشه واش قلت لك؟ قلت لك الشرف تاعي راح ولا ما راحش؟ الشرف تاعي راح صاير. اذا نديروا نداء لهذا الرجل نقولوا له اتق الله لما طلقت المراه، لان كاين بزاف رجال يطلق مراه ويحب يقعد صديقها ولا ما نعرف يعني نطلقك حليله ونديرك خليله. هذا الشريط لو عندك حرام يكون عندك. ماوش ندير عنده. ماشي انت يعني نهضر مع رجل، ماشي انت مع رجل مع الذي كان زوجا لك. ننصحه من الان ان يتلف هذا الشريط، لا يجوز ان يبقى عنده. كانت زوجتك ديتها في فندق وصورتها والان راك شاد هذا الشريط، لماذا؟ لا يجوز. وقع الطلاق
انتهت القصة. تحقق كل هذه الصور اللي موجودة عندك. شكرا شيخ، شكرا فاتحة، خيرا نشكرك كذلك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام عدد اليوم، ألقاكم الأسبوع المقبل في أمان الله.